تفتكر مين بيحكم العالم؟ احنا كل يوم لما نصحى من النوم بنعمل ايه؟ بنجري نفتح فيسبوك او انستجرام، صح؟ يعني حرفيا حياتنا كلها تحت ايد شركه ميتا، وهي اللي بتتحكم في ايه اللي يوصل لك وايه اللي ما يوصلكش، وايه البوست اللي تشوفه وايه اللي ما تشوفوش. يعني باختصار شديد هي بتتحكم في دماغك بشكل كبير جدا. خلاص قعدنا على فيسبوك بالساعات وانستجرام برضو بالساعات، وانا طبعا بسكرول على السوشيال ميديا اذ فجاه الاقي المصطلح ده انا مش فاهمه. فاول حاجه بعملها ايه؟ هو اني بفتح جوجل، فدي تاني شركه. ويكون في علمك ان جوجل مش مجرد سيرش انجن بس، ده بقى مكتبه العالم كلها. لا وكمان معاه يوتيوب، يعتبر التلفزيون الجديد بتاعنا. يعني جوجل عارف انت بتدور على ايه وبتفكر في ايه، بل وكمان انت بتخطط تعمل ايه. نيجي بقى للوحش الاخير الا وهو امازون. امازون مش مجرد شركه اونلاين، امازون هي تعتبر سوبر ماركت العالم، كتب، هدوم، اكل، كل حاجه عنده. والاخطر ان هو بقى ماسك نص سيرفرات الانترنت كلها. يعني انت لو لقيت موقع كده تعبان صغنن كده في حته نائيه، احتمال كبير يكون شغال على سيرفرات امازون برضه. يعني باختصار شديد الثلاثه دول مش بس شركات، دول فعليا اللي بيحركوا العالم كله. فانا مستني رايك يا عزيز البرو في الكومنتات، وحابب اقول لك انا تعبت خلاص. يبقى شكرا كفايه تصوير.